السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. مين يصدق إن التحفة دي ببواقي أكلة؟ يعني إيه؟ يعني عملت أكلة فضلت منها شوية مكونات، قلبتهم على بعضهم، عملت التحفة الفنية دي. قربي معايا. خطيرة. حلوة قوي، وتسويتها وريحتها وشكلها بيتكلموا عن نفسهم وبيقولوا انا استحق متابعه مطبخ اكله وسهله. اتعملت ازاي وهي ايه اصلا بواقي الاكله؟ كل دي موجوده في الفيديو، كل دي موجوده في القناه. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. لو عندي بواقي اكله، يعني حوالي كوبايه من البشاميل، على كوبايه من المكرونه، على كوبايه من شاورما الفراخ، هقلبهم مع بعض. البشاميل مع المكرونه مع الفراخ، هقلبهم الاتنين بالشكل ده. هنعمل مع بعض أكلة محلات. هضيف المكرونة في قلب الطاجن. طبعا لو حضرتك عايزة تحطيها في صينية أكيد هينفع، لكن الطاجن عشان هي فكرة أصلا المكرونة دي فكرتها في الطاجن. طبعا المرحلة ما وقفتش عند هنا، المرحلة محتاجة جبنة موتزاريلا، ونغرقها بالجبنة الموتزاريلا وندخلها الفرن. يا سلام يا جماعة، طاجن مكرونة ما كلفنيش غير بواقي أكلة. يعني أنا كنت بعمل أكلة ودي البواقي من الأكلة، يعني بواقي الأكلة عملت لي أكلة تانية أحلى من الأكلة الأولانية. هدخلها الفرن، هتفضل في الفرن حوالي 25 دقيقة. مش هولع الشواية عشان مش عايزة الجبنة تسيح، هولع الشواية آخر 5 دقايق عشان أسيح الجبنة. طلعت من الفرن والشكل أكيد بيوصف الطعم وبيقول خطيرة وتستحق التجربة. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومة بسيطة، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.